والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا أنني أتلاقى معكم في فيديو جديد من فيديوهات على قناة المتخصصة في العقار. موضوع اليوم الموضوع غادي يخص مجال السنديك، وهو موضوع مهم بيخص الناس اللي ما كيخلصوش. يعني كما شفتوا في عنوان ديال هذا الفيديو، غادي نتكلم لكم على بعض الأمور اللي خصها تكون عندك باش تقد هذاك الشخص او الاشخاص اللي ما كيخلصوش تعرف انك تجيب منهم دوك الفلوس. واول حاجه اللي نقدر نتكلم عليها في هذا الفيديو هي الجانب القانوني، لان بطبيعه الحال الملكيه المشتركه بصفه عامه راه كتبقى ملكيه ما بين اشخاص، وكل شخص يعني كيكون عنده الحياه ديالو، كيكون عنده في بعض الاحيان المشاكل ديالو. والجانب القانوني يعني ما كياخذش بعين الاعتبار جوانب أخرى. هذا الشيء علاش غادي نبدا بالجانب القانوني كأول خطوة، ومن بعد نهضروا على جانب آخر في تتمة هذا الفيديو. إذا بالنسبة للجانب القانوني، خصنا نعرفوا أنه باش تقد تابع شخص يعني اللي ما كيخلصكش في النفقات ديال السنديك، أول حاجة خص يكون عندك محضر جمع العام ديال هذيك المدة اللي كطالبوا فيها. بمعنى إلا نتايا يعني عندك واحد الشخص اللي ما كيخلصش مثلا في واحد الشهر أو شهرين أو 6 أشهر ديال سنة 2022، خص يكون عندك محضر جمع عام اللي فيه الميزانية المصدق عليها ديال سنة 2022 باش تقد تدفع المحضر ديال الجمع مع الميزانية المصدقة عليها للمحكمة. هذا الوثيقة الأولى. بالنسبة للوثيقة الثانية وهي شهادة الملكية، باش نثبتوا أن هذاك الشخص اللي كنتابعوه ولا اللي كنطالبوا منه هذاك النفقات ديال السنديك، انها الدار ديالو ماشي دار ديال شي واحد اخر. يعني ماشي نديروا هذا الشيء كامل وفي التالي تلقى ديك الدار ديال ولدو ولا ديال بنتو ولا ديال مرتو ولا ديال شي واحد اخر. يعني خصنا نتاكدوا ان داك الشخص اللي كنتابعوه راه مول الدار. بالنسبة للوثيقة الثالثة، هي الوثيقة اللي كنراسلوه بها هاد الشخص، كنقولوا له فوالا راه هاد السيد هذا راه ما خلصش، يعني كنصيفطوا له انذار. يعني السنديك كيقوم بهاد المهمة هادي، كيصيفط له انذار عن طريق مفوض قضائي او عن طريق يعني رسالة، يعني رسالة في البريد المضمون مع الإشعار التوصل. وهاد الرسالة يعني كتعطي له واحد الأجل ديال 30 يوم. مثلا فرضا ان هاد الملكيه المشتركه عندها واحد الميزانيه ديال العام في عام 2022، وان الواجبات خصها تخلص كل 3 اشهر مثلا او كل 6 اشهر. يعني ملي كتكمل هذيك 3 شهور كان والسيد يعني ما خلصناش فيها، غادي نراسلوه يعني نعطيو له 30 يوم كانذار باش الشخص يعني يصيفط لينا النفقات ديالو. على اي عاديا كتكون في 30 يوم الاولى، ماشي تتكمل هذيك الفتره اللي متفقين عليها في الجمع العام. الا كانت 3 اشهر يعني نقدروا نصيفطوا له الانذار في الشهر الاول. يعني الشهر الاول بان لينا ما خلصش شي حاجه، نصيفطوا له الانذار نعطيو له 30 يوم. لان النفقات ديال السندي كتخلص يعني في الاول، ما كتخلصش التالي. يعني الا جي خلصنا النفقات في التالي ديال الشهر، شكون اللي غادي يخلص النفقات ديال النظافه والنفقات ديال الصيانه الى غير ذلك من النفقات ديال الملكيه المشتركه. بالنسبه للوثيقه او للموضوع، خصنا نعرفوا ان السنديك هو اللي كيدير هاد المهمه او هاد المسطره، انه هو اللي عنده الصفه، هو اللي غادي يمشي للمحامي، هو اللي غادي يعطي له هاد الوثائق، وهو اللي غادي يقول له فوالا راه هاد السيد هذا ما خلصنيش، باش يمثل الملكيه المشتركه في امام المحكمه. هذا من جهه. من جهه اخرى كاين واحد الامكانيه على حساب الماده 25 من قانون الملكيه المشتركه، هو ان ملي كنديروا المحضر ديال الجمع العام نقدروا نديروا طلب لرئيس المحكمه اللي من بعد ما كيتوصل من المحضر ديال الجمع العام الميزانيه وهذاك الانذار او يعني الرساله اللي تصيفطت للسكان، يقد يامر يعني بالتنفيذ المعجل باش يولي هذاك النفقات يعني كتخلص، يعني واخا تمشي للاستئناف يعني كتخلص تو سويت، يعني كيولي امر من المحكمه. هذه يعني طريقه كيديروها بعض الشركات باش ما يبقاوش يديروا هاد المسطره كل مره واحد ما خلصش.
هذا بالنسبة ليا الجانب، أو بالنسبة للقانون هذا هو الجانب القانوني. دابا رانا أن الملكية المشتركة شي مرات كنعرفوا أن كاين شي ناس ما كيخلصوش لأسباب يعني كتكون ماشي غادي نقول منطقية، ولكن كتلقى واحد الشخص دائمًا كيخلّص، وجات واحد الفترة ولا واحد الأزمة في الحياة ديالو وما كيقدش يخلص. في هاد الحالة يعني من الأحسن أن هذاك الساندي كيمشي يتشاور مع الناس ويشوف واش نقدّوا نعطلوا شوية، واش نقدّوا هاد السيد هذا كان عنده واحد الضيق، واحد الأزمة، نقدّوا نتعاونوا معاه واحد شوية. هذا ما يعنيش أننا خصنا نمحيو هذيك المساهمات ديالو، بالعكس ما غاديش نمحيوها، ولكن نقدّوا نتريثوا شوية، لأن المسطرة السانديك يديرها، ولكن السانديك يقد يعني خصوصًا في الإقامات أو الملكية المشتركة كتكون صغيرة وعندها واحد الناس يعني متقاربين، يعني يقد الواحد ما يدخلش في النزاع في أول مرة. يعني شي مرات خصنا نراعيو أيضًا الجانب الإنساني. أنا ما كنقولش أنه غير اللي جا شكا صافي راه ما يخلصش غادي نثيقوه، ولكن شي مرات حتى الجانب الإنساني شي مرات كيفوق الجانب القانوني. يعني حبذا لو أن هاد الملاك اللي كاينين في هاد الملكية المشتركة أنهم إلا شي مرات واحد الجار ولا واحد المالك من الملاك كان عنده واحد الأزمة في واحد الفترة معينة، ماشي بالضرورة أنهم يديروا هاديك المسطرة يعني tout de suite، يعني يقدّوا يتريثوا شوية أو يديروا واحد الجدول ديال الخلاص، يعني يقولوا فوالا تخلصنا هاد المدة في هاد الشهر. ولكن بطبيعة الحال هاد الشيء ما خصوش يكون مُعمّم، هاد الشيء كيكون يعني لواحد الحالات خاصة بطبيعة الحال. أنا ما كنشجّعش بطبيعة الحال الناس ما تخلّصش المساهمات ديالها، ولكن فاتوا عليَّ بعض الحالات يعني مهنية يعني في الحياة المهنية ديالي، وأيضًا يعني حتى من الناس اللي كيراسلوني شي مرات في القناة وفي مواقع التواصل الاجتماعي، كيقول لك حنايا مرّت علينا شي أزمات ومشاو الناس دعاونا. يعني شي مرات الواحد خص يتقرّب أيضًا من الملاك المشتركين ويعرف أيضًا يعني لحقاش الملكية المشتركة هي مكان كيعيشوا فيه الناس، يعني ما حناش في مكان ديال العمل وديال التجارة، لا مكان ديال السكنة. يعني الشخص أو الإنسان كيمشي يسكن في هاداك العقر، بمعنى أن هاد الجانب الإنساني خص الناس كاتفاق بيناتهم يردّوا له البال نوعًا ما وياخدوه بعين الاعتبار. نتمنى أن الفيديو نال الإعجاب ديالكم، ما تنساوش أنكم تخليو التعاليق ديالكم، الأسئلة ديالكم في أسفل هذا الفيديو. وإلا كان عندكم أسئلة أو يعني تساؤلات بالنسبة للحالة ديالكم، سواء في مجال الأساتذة أو في مجال العقار بصفة عامة، يمكنكم تواصلوا معي على عبر البريد الإلكتروني أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك والإنستغرام. نتمنى لكم يوم موفق، ونضرب لكم إن شاء الله موعد جديد في فيديو جديد بحول الله. السلام عليكم.